على تحولات شيركو بس شوف وانتقاله والدربلينج. بس انت مو هاي كابتن، شوف ما شاء الله يعني على شيركو، احنا بارده عليه. شوف ثقته يا دقيقه هاي ثقته بنفسه نهايه المباراه صار له 3 مواسم ولا واحد يشير له على المنتخب الوطني، ما اعرف ليه. لا والله شوف كانوا يجيبوا يلعبوا مدافع يمين. شوف عمليه 3 مواسم. اي ويجيبوه يلعبوا مدافع يمين. شوف هنا عمليه استلامه للكره ودحرجته وانطلاقته كابتن من دون ان يفكر باسناد، بدون ان يفكر يلعب مع محطه للامام. الجول الثاني كان اخذ حتى هذا الهدف الثاني. اي نعم اسيست ولا اروع. لذلك هذا اللاعب حقيقه النشاط اللي ملكه، ديناميكيه، الثقه، المهاره، قياده الفريق بصراحه بشكل العام. هو كقائد في الفريق جاي يعطي روحيه لاربيل يعني وثقه عاليه في المباريات. وتدري انت بانه الاربيل يعني في ارضه قبل مباراتين خسر ويا الطلبه يعني 2-1، لكن فاز على الكرخ 4-2. عودته امام الكرخ، اعطته ايضا حافز وثقه عاليه، عنده لاعبين يستطيعون يسجلون من امام.